السلام عليكم، مرحبا بكم في نشرة الأخبار. سابقة في تاريخ القضاء المغربي، تطور مفاجئ في قضية الدكتور التازي ومن معه. قضت غرفة الجناية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر. وأصدرت الغرفة التي يترأسها المستشار علي الطرشي يوم الجمعة قرارها القاضي ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية في الوقت الذي قررت فيه ضم باقي الدفوع إلى الجوهر. وفيما يتعلق بطلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع طبيب التجميل المتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، فقد رفضت الغرفة ملتمسات السراح. وأكد المحامي مبارك المسكيني أن الحكم ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية لمخالفتها القانون بالنسبة لنا نتيجة جد مهمة ومعركة كبيرة وبداية الانفراج في الملف. وعرفت الجلسة تأكيد الدفاع على أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهما خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرات الجنائية. وسجل المحامي في هذا الصدد أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حتى يكونوا على بينة بذلك لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم، على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.